يا جماعة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا الذكر بحد ذاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله جعل الله له، شوف، 3 أشياء: من كل هم فرجا. عندك هم يا أخي استغفر، عندك ضيقة صدر الآن، ومن كل ضيق مخرجا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورزقه من حيث لا يحتسب. رزق ويفرج عنك الكرب وينفس عنك الهم بمجرد أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا لمن؟ قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق ايش؟ فرجا، ومن كل هم مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. أيعجز أحدكم، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكسب 1000 حسنة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فليقل 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قولوها يا جماعة. تدرون ايش معنى سبحان الله؟ هي تنزيه لله، يعني ما أجملك يا الله، ما أعظمك يا الله. حنا لو شفنا شيء حلو شو نقول؟ سبحان الله. حلو صح؟ الله يستحق التنزيه. فإذا قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله تقولها كم مرة؟ يخبرك عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قالها مجرد 10 مرات صارت له 1000 حسنة. 1000 حسنة كم تأخذ؟ خلنا نعدها، يلا عدوا معي. سبحان الله 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 سبحان الله. كم؟ نص دقيقة أقل. يعني لو أردت أن تذكر الله 100 مرة سبحان الله سبحان الله، ستجد أن الله جل وعلا أعطاك الشيء الكبير. الذاكر لله يجد نفسه في بركة. ولذلك اسمعوا هذا القول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي يروح عن ذكري ترى فيه ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى. وش معنى هالكلام؟ اللي يذكرني سيكون في سعادة، في هناء. أختم ب3 دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. الأول لقى مكان في الجلسة، حلقة الذكر، وحشر نفسه وجلس. الثاني جلس وراهم في الصف اللي وراء. الثالث طلع من المسجد. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الذكر قال: أما الأول اقترب من الله فاقترب الله منه، وأما الثاني اللي جلس ورانا استحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث الذي خرج من المسجد أعرض عن الله فأعرض الله عنه. الله يعرض عنك إذا أعرضت عن ذكره، لا تعرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر. ترى أكبر هنا يعني أكبر من كل هم عندك ومن كل دنيا أنت تشعر بأنها كبيرة عليك، لكن ذكر الله أعظم في الميزان وأثقل، ويكفي ذلكم بركة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في بركة أخرى. إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.